انتشر فيديو أثار جدل كبير لمواجهة غير متوقعة بين محمد صلاح وواحد من المشجعين في مطار القاهرة. تابع معايا وهتتفاجئ ليه صلاح حصل معاه كده بالذات وتهاجم بالشكل ده ولأول مرة. ظهر في الفيديو صلاح وهو راجع من المغرب ووصل مطار القاهرة وراح يركب عربيته، بيتفاجئ الكل بظهور واحد من المشجعين وهو بيقول له راحت عليك يا عالمي، ارجع الغربية وافتح لك محل. الواقعة أثارت غضب كبير من الجماهير، منهم اللي انتقد الهجوم بالشكل ده على صلاح، ومنهم اللي شاف الهجوم ده عادي، ده انتقاد بس مش اكتر، لكن كان قاسي شويه. والمعروف في كرة القدم ان دايما نجم المنتخب او الفريق بيكون نصيبهم من الضغط الجماهيري كبير جدا، وبيتعرضوا لكم كبير من النقد والهجوم طالما في حدود الادب، وده بيكون بالاخص في وقت ما اللاعب بيوصل لمستوى اقل من المعتاد عليه او بيمر بظروف صعبة في كرة القدم، بالاضافة الى وجود عشم كبير من الجماهير في اللاعب النجم او المشهور، مع زيادة توقعاتهم بالفوز والتتويج بالبطولات لمنتخبهم او فريقهم. فمحمد صلاح هنا بينطبق عليه كل شيء، بالاضافة انه كابتن المنتخب ولسه خارج من بطولة افريقيا في المغرب، وهو بنفسه كان قال في البطولة وقدام كل الناس انا جاهز ان اشيل كل الضغوطات على اللاعبين في المنتخب. ولكن في الاول وفي الاخر كرة القدم هي لعبة جماعية، يعني مثلا ساديو ماني ما تألقش لوحده مع منتخب السنغال، ولكن كان معاه جيل كامل كل واحد فيه عارف بيعمل ايه في الملعب. ولكن دياز هو السبب الرئيسي في ضياع تتويج افريقيا مع منتخب المغرب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.